مرحبا عيوني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم راح اسوي تاكوز، راح اسويه على الفحم. عندي طاوة صاج والاكل بالصاج يصير كلش طيب، فراح اراويكم خطوة خطوة شلون راح اسوي التاكوز. عيوني راح اسوي بعدين الصوص مالت التاكوز اللي هو افوكادو واشياء وياه، يعني كلش طيبة تطلع. والخبز مالته حضرته زين عيني، وتعالوا وياي للحديقة على مود نعلق الفحم. أنا قررت اليوم ما أطبخ على الطباخ لأن حارة الدنيا، فقلت أسوي التاكوز على الفحم. وأني أحب أجيب هذا الفحم اللي هو أبو الكياسة اللي هو رأسا يعتلق. أنتظر الفحم يعتلق على مود أبلش بالطبخ. عيوني بالنسبة للصوص شنو أحتاج؟ فلفل حار، أفوكادو، سورد كريم هذا مثل القمر بس هو حامض، معدنوس وثوم وبصل، واطرقه سويه يطلع فشي يخبل. عندي هاي المنقله اقدر اتحكم بالسبايه، اصعدها وانزلها. زوجي بناها سواها بلد ان يعني. سويت لكم حلقه الباربيكيو سويته عليها، فشي كلش حلو. زين اني هسه اني هنا حطيت الطاوه الصاج. شنو احط زبد. احط الزبد اولا، وبعدين احط اللحم على مود احمسه بالزبد. احط اللحم المفروم اللي هو جبته بيف البقر، زين احطه على الزبد على مود يحمس. هسه مود يحمس عندي اللحم المفروم. احط فوقه البصل المقطعته، قطعت فد بصلايه احطها فوق اللحم المفروم. ورا ما حطيت البصل دا تشوفوا احط الثوم فوقه، فد 3 حبايات على مود احمسهم سويه. هسه نحط الفلفل الاخضر الحار، واني اوريدي حطيت بالصوص اللي سويته، بس هم يعني يطلع كلش طيب. بالنسبه لبهارات التاكوز، بابريكا وكمون وثوم باودر وبصل باودر وملح حسب الرغبه، وفلفل اسود. ونحرك اللحم المفروم. ورا ما انحمس عندي اللحم والاشياء اللي حطيتها وحطيت البهارات وكل شيء، طبعا ريحتها تخبل. نحط يا اما معجون طماطه يا اما دبس الفليفله. انا مجربتها بهذا يطلع كلش طيب. هسه بعد ما استوى عندي الحشو مال التاكوز، اصعد بمنقله، اصعد السفايه على مود تكون قريبه علي. وحضرت هذا الخبز اللي هو التورتيلا، زين. وقطعته هذا الحجم على مود احط جبن واحط حشو. وهسه اراويكم شلون راح اسويه. نحط جبن اولا، جبن اصفر، ونحط من هاي الحشوه. واني حطيت زبد بالطاوه الثانيه بس على مود يتحمر الخبز من برا والجبن يذوب هيجي. عيوني هسه التاكوز مالتي صار جاهز، وحتى الجبن ذايب. شنو احط الصوص اللي هو من افوكادو وسورد كريم، معدنوس، ثوم، بصل هيجي. واحط فوقه السلطه وعصرة ليمون هيجي يشهي. ان شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم. مكانكم خالي وسهمكم العافية. تحياتي.